سلام حبوباتي، صلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا عليه أزكى الصلاة والتسليم. جاسبر تكونوا كامل بخير حبوباتي. اليوم خرجنا من جو المرقة الحامية ودخلنا في جو الحلويات العيد إن شاء الله. ربي إن شاء الله يعيدوا علينا بالصحة والهنا. اليوم عندنا واحد الصابلي بريستيج اللي راكم شفتوه في الصورة، هايل، مقادير بسيطة وتقدر ديرها أي سيدة. هذا الصابلي اللي هو كما راكي تشوفي يحتاجوا 250 غرام 250 غرام. درت لابيل كما شفتي باطا لابيل. هنا واش رحنا اضفنا عليه كاس سكر غلاس وبدينا نخلطوا فيه بالباتور كما كتشوفي حتى يولي قوامه كريمي. جينا واش ضفنا حبه بيض كامله واثنين صفار، يعني نحتاجوا 3 بيضات، حبه كامله واثنين صفار، ونزيدوا نخلطوا بالباتور كما راكي تشوفي. طلعي مليح مليح، طلعيه بالشكل كما راكي تشوفي هكذا باش الصابلي يجيك مليح وما الحبه ما تتعوجلكش، يعني في كما يقول لك في السنيوه كي تجي ترفديها تعوج. تبعي المقادير هذه مضبوطه. هنا اضفنا الفانيليا لانه رائحه البيض اكيد راح تكون هنا. ديري لها لافاني، واللي تحب دير مبشور الليمون معاها زيد دير. هنا زيدي تخلطي مليح. الوغ واش درنا؟ اضفنا الزبده، كاس سكر غلاس، فانيليا، خلطناها مليح مليح، وثلاثة بيضات. درنا صفر بيضتين وبيضة كاملة. هنا كملنا العملية الأولى تاع نحو الباتور نجو نديرو الكاس مايزينا أو كاس نشا. كاس نشا تاعنا هذا تفرغيه وتبداي تخلطي بيدك. هنايا لميها العجينه كيما هكذا، ماشي تعجنيها، لمي ونديروا الكاس الاول تاع الفارينه كيما راكي تشوفي، نضيفوا لها ملعقه صغيره تاع قهوه تاع الخميره الكيميائيه كيما راكي تشوفي، ملعقه صغيره ولا رشه. نجو نديروا الكاس الثاني تاع الفارينه تاعنا ونزيدوا نلموا العجينه تاعنا، عجينه الصابلي. تشوفي تجيك واحد العجينه هايله ما تتعوج ما تتكسر. وهذا الكاس الثالث. هنا بعد ما تضيفي الكاس الثالث هنا تبداي تلمي بالعقل. اني هنا لميتها بالعقل كما راكي تشوفي مليح. شوفي قوام العجينه تاعي كيفاش جا هايل. فرشي لها ساشي من تحت وساشي من الفوق كي تكوني تخدمي عليها باش تسهل لك العمليه كيما درت انا. درت لها هنايا ساشي ونبداو نقطعوا فيها كيما تحبي ديريها بهاد لومبورت بياس، ولا تحبي ديريها كور، تحبي ديريها مدوره، تحبي ديريها كيما تحبي. الشكل يكون اختياري. قطعناها لهنايا على شكل كاريه، ها هو السمك تاعها. وكملنا كامل حطيناها في سنيوه. كنت سخنت الكوشه تاعي يعني على 180 درجه وحطيتها. الصابلي ما يستغرقش وقت طويل باش يطيب. ها هو كيفاش طاب لنا. هنا تجي تعمريه بالكابريس. هنا كذلك التعمر يكون اختياري. انا درت الكابريس لانها تعطيك واحد الذوق رائع. تحبي ديري كونفيتور، تحبي ديري لهنايا مثلا كراميل، انت حره. لكن الكابريس هذه وماشي شرط تشري باطا، يعني انا هنا شريت باطا لاني نستعملها. انت تقدري تشري حبات وتذوبيهم وتخدمي بهم، يعني على حساب الجيب. يعني والله الظروف تاع الناس راهي ربي يكون في العون ان شاء الله. مع رمضان خرج يعني المصاريف كثيره. هنا الكلاصاج تاعنا ها هو الشوكولا. بعد ما درناها باماري جينا درنا لها 2 مغارف تاع زيت باش تعطينا هذيك لابغيونس وباش تعطينا كذلك الخفه، لان احنا نحتاجوها تكون خفيفه لهنا. هنا واش درنا؟ التزيين كان بحبات جوز كسرتهم انايا. وانتي تحبي ديري اللوز، تحبي ديري كاوكاو، تحبي ديري، قلت لك ما تتقيديش بالوصفه. لكن الجوز يعني يعطيها نكهه يعني خاصه. هنا انا ما درتش بزاف، درت 20,000 جوز فقط في هذه الكميه. قاست لي وكفاتني في كامل يعني. بصح الذوق تاعها في الاخير كان رائع بالكابريس والجوز. واش نقول لك؟ شوفي هنايا الشكل يعني تاعهم الاخر. هنا حطيها فوق الكرياج تاعك وفرغي لها الشوكولا. ما تخافيش حتى الشوكولا ديك اللي تروح في تهبط لك لتحت تعاودي تستعمليها ثاني نورمال، يعني هذه عادي جدا. شوفي كيفاش تضربيها باش تهبط لك الشوكولا تاعك مليح. وشوفي كيفاش تجي في الاخر هذوك لي روشي يبانوا يجوا يعني شابين بزاف. صدقيني هايل. ديريها وما تندميش. ان شاء الله تجربيها وتذكريني في كومونتير. ما تنسينيش بجيم وابوني وبارطاج مع صحاباتك باش كامل توصلهم. نشكرك كثير. صحة رمضانكم وصحة عيدكم ان شاء الله يا ربي.